من أسباب حبي لفترة موسيماني إن تقريبا شفنا فيها كل حاجة وكل السيناريوهات، لدرجة إن حتى في سيناريوهات ما تكررتش كتير من وقتها أو ما تكررتش من الأساس. من مميزاتها إنك مريت بتجارب كتيرة وصعبة، وأغلبها نجحت فيها وحققت فيها المطلوب. الميزة كمان الشخصية اللي كانت مبنية في الوقت ده، واللي الجيل ده اكتسبها خصوصا بعد الفوز بالتاسعة. شخصية الفريق كانت قوية، قدر بيها يحقق نجاحات كتير زي برونزية الهلال وبرونزية بالميراس اللي أخدتهم بشخصيتك قبل الفنيات. من الماتشات اللي بحبها في الفترة دي ماتش المقاولون في الدوري اللي كنا فيه مهزومين بفارق هدفين في الشوط الأول 2-0، وتقريبا دي آخر ريمونتادا اتعملت في 90 دقيقة للأهلي، ورجع وهو متأخر بأكتر من هدف. وقتها الفريق لغاية الدقيقة 60 مهزوم 2، تلت ساعة بس والنتيجة كانت 3-2 للأهلي. أفتكر دي كانت آخر ريمونتادا عملها الفريق وهو متأخر بفرق هدفين، آخر رجعة للأهلي يقلب فيها النتيجة في كام دقيقة زي كده. لذلك فترة موسيماني فيها تفاصيل كتير حلوة بتخلي الواحد مرتبط بيها. بتمنى مع مدربنا الجديد نسترجع الشخصية دي من جديد، لأننا للأسف مؤخرا لو اتحطينا في مواقف زيها نسبة إننا نعبرها قليلة.